السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا المشاهدين والمتابعين الكرام في فيديو جديد، فيديو حصري من أمام الملعب الكبير ابن بطوطة بطنجة. هذا الملعب الذي أعرف أشغال على مستوى المدرجات الجانبية كما تلاحظون في الصور أمامكم. هذا المشروع الذي كلف خزينة الدولة 20 مليار سنتيم، ويهم بناء مدرجات جانبية علوية بسعة 20,000 مقعد جديد من أجل رفع الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 65,000 متفرج، ليصبح الملعب أكبر ملعب في المغرب مستقبلا إن شاء الله. كما تلاحظون في هذا الفيديو الحصري، هذا الملعب يشمل تسقيف المدرجات الجديدة، حيث من المنتظر أن يتم رصد غلاف مالي آخر لاستكمال تغطية مدرجات الملعب كاملة في المستقبل القريب. كما تلاحظون مشاهدينا الكرام أمامكم، فقد تم تثبيت الإطار الفولاذي على مستوى جنبات الملعب، فقد بدأت العملية تثبيت الإطار الفولاذي على مستوى كلتا الجهتين من شتى الاتجاهات كما تلاحظون في الصور أمامكم، ليتم تغطية الملعب. وسيعطي هذا الملعب شكل جديد بمدينة طنجة، رونقا إضافيا، حيث سيكون بمدرجات كاملة في شكل دائري. كما هو معلوم، فقد كانت مجموعة من الجماهير المغربية ومعها العالمية قد انتقدت بقوة الشركة المصممة لملعب مدينة طنجة الكبير، وذلك بعد تأثير الرياح على المباراة العالمية والتي جمعت آنذاك المنتخب الوطني المغربي بالمنتخب الأرجنتيني. وقد انطلقت أشغال التأهيل والتوسعة قبل عامين تقريبا لتتقدم بشكل سريع رغم إكراهات عدة تتعلق بالخرسانة والشكل القديم للجانبين المراد توسيعهما. وقد سبق وخصصت الحكومة المغربية 350 مليون درهم لتأهيل البنية التحتية للملعب، الذي يعد من بين أهم المشاريع الاستثمارية في مجال الرياضة. وجدير بالذكر أن عدم استكمال بناء المدرجات قد أظهر في وقت سابق عيوبا تنظيمية عند استضافة عدد من المباريات. وتبقى من أبرز مميزات النسخة الجديدة للملعب أنه سيكون مغلقا من جميع الجوانب على شكل دائرة، في حين سيتم الإبقاء عليه مفتوحا من السقف. ومن المنتظر أن يتم توسيع جميع مرافق الملعب في إطار استكمال الورش المنجز سلف. وكان كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية شكيب بن موسى ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة قد اطلع مارس الماضي على تقدم أشغال مشروع توسعة الملعب الكبير لطنجة، والرامي لإنشاء مدرجات جديدة سترفع من طاقته الاستيعابية بأزيد من 20,000 مقعد، والمسبح الأولمبي وحلبة الكرة الحديدية ومركب كرة المضرب، التي ستمكن الفئات من الأطفال والفتيات والشباب على الخصوص من ممارسة الرياضة على أعلى مستوى، وكذا احتضان منافسات قارية ودولية ووطنية قادمة. مشاهدينا ومتابعينا إلى هنا مشاهدينا سأترككم مع الفيديو وتتمته حتى النهاية. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى، تقديرا لمجهودنا. شكرا لكم على المتابعة، وإلى فيديو قادم بحول الله.